السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. تحية كبيرة من عند خوكم دحمانوس الكامل المتتبع. الوصفة تاع اليوم راح دير حالة بإذن الله، نتمنى منكم كامل تبارطاجيوها ولي جام. وصفة تاع القلب اللوز. أول حاجة الوصفة تاع المحشي تاع 1 كيلوغرام سميد في السنيوة تاع 40 على 30، والوصفة الثانية راح تكون في السنيوة تاع 30 على 25 سنتيمتر، يعني تاكلكم 600 غرام تاع السميد. الأكلات تاعكم ولي كيسات، يعني الفيديو هذا تاع خوكم دحمانوس ديريكت بلا مونتاج بلا والو. تبعوني مليح هكذا الحباب. راح نقطع لكم طرف هنا من القلب يا الحباب، وانتم اللي تخلوا لنا ارائكم في التعليقات. شوفوا القلب اللوز تاعنا بالبيستاش، قد ما نقول لك بنين ويجي هايل ومعسل. زيد شويه للهيه هي موضوع. شوفوا لي التعسال الاحمرار، يعني كاين اختلاف ما بين السميد هذا والسميد تاع السنيوه الثانيه بنه. وهذا تاع القلب اللوز هكذا الحباب. شوف كيفاش يجي معسل وحميمر بسم الله ما شاء الله. ولكن القلب اللوز تاعنا الحباب شوفوا لي البنه اللوز محشي، شوفوا كيفاش يجي معسل بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي الحشو لداخل بالمكسرات اللي كنا درناها. السنيوه تاع 30 على 40 نحكموا 1 كيلوغرام تاع السميد، 750 غرام تاع السكر. السميد يكون مختص تاع القلب اللوز، ونديروا لها 200 حتى 220 تاع الماء، نخلطوهم ونخلوهم يرتاحوا اقل شيء 6 سوايع. وفي السنيوه تاع 30 على 25 واش راح نحتاجوا؟ 600 غرام تاع السميد، 450 غرام تاع السكر، ونديروا حوالي 120 مليلتر تاع الماء كيما درت لكم في السامبولي. هادو هما المخططات. راح نبداو بالقلب اللوز المحشي بالمكسرات. تبعوا الحباب، راح ندخلوا في الوصفه تاع 1 كيلو غرام. توجور كالعاده والعوايد نجيبوا له ملعقه تاع لافاني هكذا الحباب، وراح نديروا لها قرصه تاع الملح. يعني كاين اصحاب المحلات اللي ما يديروش هذه القرصه تاع الملح، انا نديرها باش نحو هذيك السماطه، نحو هذه القرصه تاع الملح. شوفوا القلب اللوز بعد ما يرتاح يعاود يشد روحه ما شاء الله. ندخلوا له هذاك السميد وهذيك لافاني. بعد راح نجيبوا له 100 مليلتر ولا 100 غرام تاع السمن، ندوبوه كيما راكم تشوفوا الحباب. نحطوا كامل هذه الكميه تاع السمن هكذا. الناس اللي عندهم بيترا يقدروا يخدموا بها ويخلوها تدور هكذا غير بالعقل هكذا. ندخلوا كامله هذيك الكميه تاع السمن اللي القلب اللوز تاعنا يعني بدا يتعلق شويه يشد روحه. هنا 140 مليلتر تاع خليط ما بين ماء وماء الزهر كيما راكم تشوفوا. نبداو نبخوه هكذا غير بشويه ونطمو لاباط تاعنا غير بالعقل، يعني نحطوا هنا كميه مليحه. في الاخر نبداو نضيفوا غير بالعقل هكذا الحباب، ونخلطوا غير بالعقل هكذا باطراف الاصابع. وهنا الحباب بعد ما طمينا السميد نتاعنا، شوفوا الكميه كيفاش تولي القلب اللوز تاعكم، يعني طموه هكذا بيا وريحوا تخدموا فيه هكذا حتى يتشكل الحباب. شوفوا لي الكميه تاع الماء المتبقيه. السميد هذا يشرب ليه ماشي كيما النوعيه اللي درتو المره اللي فاتت. هاوليك شحال تبقى من الكاس هكذا الحباب. نحطوه لهنا يروبوزي. بالنسبه للحشو كما راكم تشوفوا راح نحتاجوا 200 غرام تاع المكسرات. الا خدمتوا بنوع اللوز ديروا 200 اللوز، الا خدمتوا بالجوز 200 بندق واش تحبوا نتوما. انا جمعت بيناتهم 50 50 50، يعني هنا عندنا 200 غرام نرحيوهم ونعاود نولي. راح نزيد لهم ملعقه تاع الكاكاو، يعني راح يعطي لكم اللون ويعطي لكم البنه. نرشوه بشويه تاع ماء الزهر هكذا الحباب، ونطموا هذوك المكسرات تاعنا غير بالعقل. راح نجيبوا السنيوه تاعنا اللي قلنا 30 على 40 ندهنوها كامل بالسمن كيما راكم تشوفوا هنايا هكذا. راح نجيبوا القلب اللوز تاعنا ونحو نصف الكميه هكذا الحباب. نحو توجه هنا هكذا نصف الكميه ونحطوها، يعني القلب اللوز تاعكم راح يتمشى لكم ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. نحطوه هنا هكذا نصف الكميه هكذا. راح نجيبوا الحشو تاعنا الحباب كيما راكم تشوفوا. نحطوا الحشو تاعنا هكذا ونبسطوه هكذا. دوكا راح نجيبوا الكميه المتبقيه تاع القلب اللوز، يعني هكذا الحباب نرفدوها هنا كيما راكم تشوفوا هكذا، ونبسطوها كامل هنا فوق الحشو تاعنا هكذا. طريقه يعني سهله مهله. هبطوا كامل هذيك الكميه المتبقيه. دوكا هذيك الجهه التحتانيه هكذا نعاودوا نغلقوها كامل، يعني هكذا على طريقه المحترفين. نحاولوا نغلقوها باش الحشو تاعنا يتمشى بكل سهوله. هكذا الحباب كي تشوفوه راح يعذبكم ولا يلصق. توجور كميه قليله من الشربات هكذا مسحوا هكذا يديكم ومشيو القلب اللوز بكل سهوله حتى يوصل كامل ليكوتي. بعد ما كملت بسطتها كامل توجور جزت عليها هكذا يعني بلاكوبات باش تعطي لكم هذاك التشكيله تكون ملساء هكذا الحباب.
يعني بيان فيني. دوكا كيما راهو الحباب هكذا خلوه يروبوزي ونروحوا للجزء الثاني اللي قلنا بالبيستاش. المقادير راها مضبوطه ومعروفه، قلتها لكم في بدايه الفيديو كالعاده. ملعقه تاع لافاني، قرصه تاع الملح، هكذا الحباب. هنا واش راح نديرو؟ نزيدو نضيف عليهم هذيك الكميه تاع السميد اللي قلنا 60 غرام في السنيوه الصغيره، وفي الكبيره 100 غرام نحطوهم كامل هكذا الحباب. اهم حاجه في الوصفه هذه واش راح نديرو؟ البيستاش. عندي حوالي 100 غرام تاع البيستاش، شرحيتهم صفيت منه شويه خرجته، هذا اللي راح نخلوه في التزيين، وهذا راح نديروه مع لافارس تاعنا. تبعوا معايا مليح. فركتو كامل هذاك السميد، ندخلوا له هذاك السمن. البيستاش الحباب راح نديرو مع السميد تاعنا، مش راح نديرو محشي هكذا، باش الكميه هذه تكفينا. نحطوا هذه الكميه تاع البيستاش، قلنا نخلو شويه للتزيين. يعني قلب اللوز هذا بالبيستاش راح يجيكم ما شاء الله. ندخلوا كامل هذه الكميه، نجيبوا نص كاس تاع ماء وماء الزهر. الكميه راح تكون 100 مليلتر. نطمو ونشوفوا على حسب النوعيه تاع السميد. هكذا الحباب نحطوا هنا الكميه الاولى ونبداو نطمو في السميد تاعنا غير بعد ما طمينا لاباط. يعني الكميه تاع ماء وماء الزهر حطيناها كامل 100 مليلتر. السميد هذا ما يشربش كيما السميد اللي خدمت به في السنيوه الاولى تاع المحشي. يعني علاش نقول لكم عندما تبداو تبخوا ولا تبداو تبلوا، عينكم هي ميزانكم. كاين سميد يشرب كاين ما يشربش. انا استعملت زوج انواع مختلفين. البلاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا الحباب ندهنوه توجور كالعاده بالسميد، ونرفدو لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا الحباب. توجور شويه هذاك الشربات هكذا نمسحو هنا يدينا باش لاباط تمشي لنا بكل سهوله. يعني قلب اللوز هذا تاع البيستاش راح يجيكم ما شاء الله. شباب زينه، بعد ما كملناهم هذا البيستاش قسمته يعني كالعاده 4 على 3 12 قطعه، يخرج لكم في هاد السنيوه شحال جا تحف ما شاء الله. والمحشي كيما راكم تشوفوا 5 على 4 يخرج لكم 20 قطعه. دوكا هنا الناس اللي تحب ديروا باللوز، هذاك اللوز اللي مقشر تكونوا حطيتوه في الماء ترشقوه طيبوا. حنا راح نديروه بعده اشكال، يعني عندما يطيب نشربوه، هذاك هو المفيد. بالنسبه الحباب للشربات كيفاش تكيلوها؟ كيما هذه درنا 600 غرام الصغيره، 600 غرام تاع السميد. واش نديروا فيها؟ 600 مليلتر تاع الماء، 300 غرام تاع السكر، شريحه تاع الليمون، وطيب الشربات 10 دقائق نطفوا عليها تبرد تماما. في الكبيره كيف خدمنا كيلو تاع السميد نديرو لتر تاع الماء مع رطل تاع السكر، شريحه ليمون، الطيب 10 دقائق. الطيب نصفوهم نخليوهم يبسوا. والحاجه النهائيه شويه تاع السمن هكذا الحباب، ونجوزو عليهم كامل خفيف ظريف. بعد ما درنا له السمن يتبقى لنا غير الطياب. هذا راح ندخل الاولاني تاع البيستاش. قلنا الفرن 180 درجه، شعلوه من تحت ومن الفوق حتى ياخذ احمرار. نص ساعه ضربوا عليه طلع. الا لقيتوه تحمر لكم من الفوق تقدروا تطفيوه من الفوق وتزيدوا تخلوه ربع ساعه واحده اخرى. يعني المده راح تكون 45 دقيقه باش يطيب من التحت. هذا ما كان الحباب. راح نبدا بتاع البيستاش، من بعد نجو نشربوه كيف ونزيدوا نحطوا هذاك تاع الموكس. الحباب بعد ما نشوفوا قلب اللوز تاعنا خرج، يعني هذا 35 دقيقه طاب. دوكا نجيبوا الشربات وهي بارده، نبداو نحطوا فيها هكذا الحباب كيما راكم تشوفوا. خلوها تشرب غير بلا شربها كامل. من بعد راح نزيدوا له هنا الكميه المتبقيه كيما راكم تشوفوا هنا الحباب هكذا، ونخلوه يشرب غير بعقله. بعد ما خرجنا قلب اللوز المحشي تاعنا، الشربات تاعنا راها بارده، نبداو نسقيو كيما راكم تشوفوا الحباب هكذا غير بالعقل. نحطوه هنا هكذا نصف الكميه. بعد نشوفوه شرب نزيدو نكملوا له كامل هذيك الكميه تاع الشربات المتبقيه هكذا. وهنا الحباب بعد ما كملنا لهم التزيين، قلت لكم 5 بالبندق، 5 بنواه كاجو، لوز وجوز بسم الله ما شاء الله. نخلوهم يباتوا وغدوه نجو نشوفوهم على بركه الله. هنا خوتي خياتي العزاز وصلنا للنتيجه النهائيه. القلب اللوز بعد ما خليته بات هذا تاع البيستاش اللي كنت نحيته لكم في بدايه الفيديو. شوفوا لي التعسال ويجي الطريف تاعنا مرفود ما شاء الله. شوفوا لي البنه الحباب، شوفوا لي التعسال الاحمرار. يعني كاين اختلاف ما بين السميد هذا والسميد تاع السنيوه الثانيه، بنه ولا اروع. مع اخوكم دحمانوس. والوصفه الثانيه اللي قلنا قلب اللوز محشي، شوفوا كيفاش يجي معسل بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي الحشو الداخل بالمكسرات اللي كنا درناهم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، هكذا تخدموا به. وادعوا لخوكم دحمانوس. اهلا ما بقى لي نقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. السلام الحباب.